وكنا ولله الحمد في الحلقة الماضية قد تحدثنا عن قوله رحمه الله: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى، وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفا أن تختفي. الأبيات التي بين أيدينا ذكر فيها رحمه الله الإخفاء وذكر فيها الإظهار. قال: وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى. وذكر الحكم الثاني وهو الإظهار بقوله: وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفا أن تختفي. ونبه هنا على أمور. لم يتكلم ابن الجزري رحمه الله هنا عن الإدغام. قلنا في الحلقة الماضية إن أحكام الميم الساكنة ثلاثة: إدغام إن أتى بعد الميم الساكنة ميم مثلها، إخفاء إن جاء بعد الميم باء، إظهار عند بقية الحروف. إذن إدغام إذا جاء بعد الميم ميم مثلها، إخفاء إن جاء بعد الميم باء، إظهار إن جاء بعد الميم حرف آخر غير الميم والباء. لكن الأبيات لم تذكر الإدغام. الإدغام أيها الإخوة داخل ضمن قاعدة كلية مرت معنا عندما قال إمامنا الجزري رحمه الله: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم. يعني إذا جاء حرفان متماثلان والأول ساكن وجب الإدغام. هذه قاعدة لغوية، يعني ليست قاعدة في القرآن فحسب، وإنما هي في اللغة. إذا جاء حرفان متماثلان باء وباء، تاء وتاء، فاء وفاء، والأول ساكن والثاني متحرك، وجب الإدغام لكل القراء. والإظهار لحن. إيش يعني الإظهار لحن؟ الإظهار خطأ، يعني لحن عن، يعني بمعنى عدول عن الصواب في اللغة. كقوله تعالى: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فما ربحت، هنا التقى في اللفظ تاءان، فالأولى ساكنة والثانية متحركة فأدغمنا التاء في التاء. في آخر البقرة: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وليكتب، التقى في النطق باءان، والأولى من الباءين ساكنة فأدغمنا الباء الأولى في الثانية فصارتا باء واحدة مشددة. كذلك الميمان إذا التقى في النطق ميمان والميم الأولى ساكنة وجب الإدغام. لذلك لم يعد الكلام إمامنا الجزري هنا، لم يقل إن جاء بعد الميم ميم مثلها أدغم، لأن هذا الأمر داخل في القاعدة الكلية التي تقدم ذكرها. فالإدغام للميم مثاله كما ذكرنا في الحلقة الماضية: لكم ما كسبتم، لها ما كسبت، ولكم آخرها ميم ساكنة، ما كسبتم أولها ميم متحركة، التقى ميمان والميم الأولى ساكنة فوجب الإدغام. فنقول: ولكم ما كسبتم، فندغم الميم الأولى في الثانية ونطول الغنة، نمطها حتى تكون أكمل ما تكون، كما ذكرنا في ميزان الغنن في الحلقة الماضية، وسأذكركم به الآن بإذن الله تعالى. إذن الميم مع الميم إدغام، ولكم ما، هكذا. والحكم الثاني الذي ذكرناه قوله: وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء. يعني إن جاء بعد الميم الساكنة باء مثل ترميهم بحجارة، أم به جنة، أم به، الميم من الشفتين والباء من الشفتين، فبدلا من أن نعيد الوصول إلى نفس المكان مرتين، بدلا من أن نقول أم به انظروا إلى شفتي، أم به، أم به، أم به، بدل أن نذهب مرتين نقول أم به، نطبق على ميم ونجافي الشفتين عن باء. هذا أسهل. خذوها قاعدة أيها الإخوة. الأصل الذي أقوله الآن هو لغة، أحكام لغة. الأصل في التقاء الحروف الإظهار، هذا هو الأصل. الأصل أن تأتي الحروف أثناء النطق وأن تكون كلها مظهرة، هذا هو الأصل. لا يقال لماذا أظهرنا كذا، الأصل الإظهار. والقاعدة الآن التي سأقولها انتبهوا إليها: كل عدول عن الإظهار إلى غيره عدول إلى الأسهل. يا ليت تكتبوها: كل عدول
عدول عدل عن كذا بمعنى تركه إلى غيره، ترك أمرا من أجل أمر آخر. كل عدول عن الإظهار، عدلت عنه بمعنى تركت الإظهار إلى حكم آخر. كل عدول عن الإظهار إلى غيره، شوفوا كلمة غيره، دخل الإدغام، دخل الإخفاء، دخل القلب الذي سيأتي معنا في أحكام النون. كل عدول عن الإظهار إلى غيره عدول إلى الأسهل. هذا أمر تفعله العرب بطبيعتها، ليس أن العرب لم تكن تعلم ذلك وجبريل هو الذي نزل بذلك معلما، أبدا. العرب هكذا تتكلم. العرب تظهر النون عند أحرف أو تظهر الميم عند الحروف كلها، وإذا جاء بعد النون مثلا فاء فإن العرب تخفي كما سيأتي معنا في بحث الإخفاء إن شاء الله تعالى. إذن كل هذه الأحكام التي نقرأها في علم التجويد ما هي إلا أحكام لغة. ولو فتحنا كتب النحو القديمة ككتاب سيبويه مثلا رحمه الله، أو أي كتاب سر صناعة الإعراب لابن جني، أو عبد الوهاب القرطبي، أو مكي بن أبي طالب القيسي، أو الداني، أو من أئمتنا الكبار، نجد بأن هذه الأحكام مذكورة في كتبهم، مع أن بعض هذه الكتب كتب نحو وصرف، ومع ذلك فيها باب مخارج الحروف، باب صفات الحروف، باب أحكام النون الساكنة والتنوين. كل هذا نجده على أنه لغة، لأن العرب هكذا تتكلم كما سأذكر بعد قليل. إذن لما يأتي ميم ساكنة بعدها باء، فإننا بدلا من أن نذهب إلى الشفتين مرتين فنقول مثلا أم به جنة، انظروا أم به، نذهب مرة واحدة أم بي، أطبق الشفتين على ميم وأمط غنتها ثم أجافي الشفتين عن باء. هذا العمل أسهل من أم به. هذا أيضا من جملة الأمور التي نرد بها على إخواننا الذين يتمسكون بالفرجة بين الشفتين عند إخفاء الميم، الأمر الذي تحدثت عنه باستفاضة في الحلقة الماضية. كل عدول عن الإظهار إلى غيره عدول إلى الأسهل. بالله عليكم أيهما أسهل؟ أم به جنة وأم، ولا يعني أم به جنة؟ جربوا واحكموا، يعني ما يحتاج الأمر إلى انظروا أم به. الشفتان تريدان أن تنطبقا وأنا رغما عنهما أجافيهما عن بعضهما. ليه؟ هكذا علمني فلان. ما دليل هذا الكلام؟ ما له دليل ولا له صدى في كتب الأئمة أبدا أبدا أبدا. وقلت لكم في الحلقة الماضية هذه مسألة تتبعتها 20 عاما من عمري، ليس 20 يوما ولا 20 شهرا، وما تركت كتابا مخطوطا ولا مطبوعا من كتب القراءة والتجويد وقع تحت يدي إلا وكان همي أول ما أرى ذلك الكتاب أن أرى ماذا قال صاحبه في هذا الموضوع. لم يذكر أبدا أحد منهم هذه الفرجة، وإنما اجتهد فيها أحد السادة العلماء المعاصرين الذين أدركتهم أنا وقرأت عليهم، وهكذا سبحان الله قالها بالقياس، قاس إخفاء الميم على إخفاء النون قياس عقلاني لا يستند إلى تلق ولا إلى مشافهة، وذكرت ذلك في الحلقة الماضية. إذن أم به جنة، هنا أنبه على أمرين. بعض كتب التجويد نهت عن الكز على هذه الميم أو على الميم المقلوبة عن النون، مثل ميم بعدي. ما هو الكز؟ الكز كلنا في البلاد العربية نستعمله في كلامنا اليوم، يقولون فلان كز على أسنانه، أو الكز هو الضغط الشديد. هذا ما يفعله الإنسان العادي، يعني أنا ما في داعي أقول لما أقول أم به، هذا إطباق وليس كز. الكز أن أقول أم وأضغط على شفتي. هذا يفعله أهل الأنغام الذين يحبون أن يقرأوا القرآن بالأنغام الموسيقية، يفعلونه من أجل أن يتكئوا على الشفتين ليهزهزوا صوت الغنة، فتجد أحدهم ضاغطا على شفتيه قد انتفخت حبال أو أوداجه في رقبته واحمر وجهه من شدة التكلف، وقد نهينا عن التكلف وما أنا من المتكلفين، ويفعل هذا فقط ليطرب الحاضرين. لذلك أئمتنا نهوا عن الكز، يعني الضغط على الشفتين عند الميم هنا. فلا يقول الواحد أم به، ما يفعل هكذا، بل يقول أم به جنة،
لأن تتمة العبارة التي ذكرها أئمتنا قالوا: وليحذر القارئ من الكز على الشفتين على الميم المقلوبة، يعني المقلوبة عن النون يعني، فذلك خطأ، فليسكن الميم بتلطف من غير ثقل ولا تعسف. هذه عبارتهم: فليسكن الميم بتلطف من غير ثقل ولا تعسف. إذا نهوا عن الثقل، نهوا عن التعسف الذي قد يفعله بعض أهل الذين يقرؤون بالأنغام، هدانا الله وإياهم، لاحترام القرآن ولتوقيره ولإجلاله عن أن يعامل معاملة الغناء.